نشرة الأخبار المحلية تأتيكم مباشرة من الشروق نيوز بالجزائر وتتابعون فيها. بولاية ورقلة تصنف منطقة حاسم سعود كأفقر بلدية في الولاية، والدليل على ذلك غياب المشاريع التنموية بالحي الشعبي الهيشة رغم آبار النفط التي لا تبعد سوى أمتار عن الحي. محمد العيد البيه نقل الواقع المعاش في هذا التقرير. الهيشة أو حي بوعمامة أحد أعرق الأحياء القديمة والعتيقة في عاصمة النفط حاسم سعود. الهيشة ساحة للتعايش تجسد الروح الجزائرية في بعض معانيها، لكنها لا تخلو من التنافس السياسي في المراحل الانتخابية ومن البطالة وتصريف الوقت هباء. لا حياة لمن تنادي، الأموات الأحياء نموس، يعني الناس ترقد، المسؤولين يناموا نوم عميق يعني. أما الأطفال الصغار لا حياة لمن تنادي، يبات يعيط. الله من هذا ممكن اولادنا ضايعين في الشباب، ما نجدنا ليك يلقطوا، ما نجدنا ليك في الغوت، ما كان والو. كاين ثقافه، رانا في عصر الحجري، ما كاين هاد الشيء. الطريق هاك شوف غبره. قلنا للمير ما صنتنا، قلنا للنائب نتاعها ما صنتنا، قلنا اللي يخدم في قدره ما صنتنا، وحنا نستنوا. لقد تأكل المكان نوعا ما وفقد موسيقاه العتيقة، بينما يستحق عطرا أفضل في المواعيد الانتخابية التي تطال الحي وساكنيه. لعل ذلك يجعل الناس يتطلعون لمراحل سياسية قادمة بنفس متجدد رغم اهتزاز ثقتهم في شتى أنواع الوعود. يعطوا فيها بن عميس، يدعموا فيها، يديروا في الرجال في الخدم بالدراهم، واولادنا شماره من نهار رجالنا هنا ما شدوش خدمه اللي يتفاجئ عليهم. الهيشه ما فيها حتى خير. اصحاب الانتخاب هنا يجوا في الاول يقولوا كل حاجه نديروها، نهار اللي يشدوا السلطه هنا ويشدوا كذا الحكومه ما يظهر والو، يظهر كله كذب. ويخشى الشباب بالخصوص من أن يتم التلاعب بأوضاعهم وأحلامهم، لأنه موضوعيا الاقتصاد لا يقوم على مجرد الكلام، وآراء الساسة تؤكد ذلك. كل تواطؤ حتى بعض المؤسسات العمومية في توصيل الماء وتوصيل الكهرباء وتوصيل الغاز فيه تواطؤ، فيه تقاعس. النفط راهو الجزائريين كله، والاقتصاد الوطني احنا نقولوا خط أحمر، بصح ما تمشيش 75 كيلو ودير لي مدينة جديدة. ابني هنايا وزيد المدينه الجديده. احنا ناس الصحراء دايرينها ديزيطاج تروازيطاج. الحمد لله في زياره معالي الوزير الاول وين عطى تحفظات، قال كانوا موصلينها للسانكيام ايطاج. احنا كمواطنين ناس الصحراء راه ما نبقوش لي زيطاج، نبقوا ديار لتحت في الارض، نبقوا الناس عندها حوش، عندها فيناء، عندها جرده حداها. مترشحون سياسيون متعددون كانوا متنافسين جاءوا هنا قبل 5 سنوات إلى حي الهيشة الشعبي واختلطوا بالناس واستمعوا إليهم ووعدوهم في لحظة سياسية عابرة، ثم انصرف كل وشأنه تاركا الهيشة وشأنها. محمد العيد البيه من حي الهيشة الشعبي حاسم سعود للشروق نيوز. بولاية غليزان